اول حاجه كنصح الشبان يقرا قانون مصر الجنائيه. القانون المصري خصو يهضمها وهو في ليكول، خصو يهضمها يعرف كل واحد قانون مصر الجنائيه، يعرف الفرق بينه وبين القانون الجنائي، ومن بعد يهضمها هو في المدرسه، حيت هي السكه الماشينه اللي كتخدم بها الضابطه القضائيه كيف ما كانت منها القضاء او اللي كيتعامل مع الضابطه بحال المحامين، هو السكه ديال الماشينه هي كيفاش انت كتخدم ما لك وما عليك. وبالتالي لا الا ركبتي في الماشينه راه لا تحيد السكه القطار على سكته. هذا قانون مصر الجنائيه ما تجريش بها بزاف، الا جرى بها بزاف غيديرها هي بحال القطار على سكته. الا كان شي كورب اللي كتدوروا ب 80 ولا 100 ولا 120 ومشى هو بالماكسيموم مثلا بحال الجيفي عندنا في الدار البيضاء في المغرب اللي هو 160، الا ضرب 160 غيديرها هي. نفس الشيء واخا هكاك خصو يكون ثقيل، خصو تكون عنده استراتيجيه التحريات والبحث. اللي ما عندوش لا استراتيجي دونكيت راه ما كيوصلش في لونكيت، كله مشاكل المضاربه الغوطه. هو في الحياه العمليه الكبار عاوتاني كنوجه لهم النداء بالنسبه لهاد لي جون، لا بد ما غادي يكون الغوط، لا بد ما غادي يغلط الشرطه القضائيه، لا بد، ولكن خليو المحكمه هي التي تقول كلمتها. علاش نتوما كتدخلوا في الامور اللي هي مدنيه؟ كندوي على الدرك الملكي وانت عسكري، يعني باللغه المباشره تنقول لي سوبيريور في الشرطه القضائيه الا ما كنتيش غتعاونوا